لو انت صاحب عياده بيطريه فالفيديو ده معمول علشان دايما العميل بيحب يحس ان انت قلبك على الحيوان بتاعه، مش هي شغلانه وخلاص. في الفيديو ده هقول لك على 3 حاجات تمشي عليهم هيفرقوا جدا في البيزنس بتاعك. اول حاجه، حاول دايما تصور فيديوز زي فيدباك، اللي هو انت مثلا بتطبطب على كلب، تدي حقنه القطه بطريقه كويسه، تضحك مع الطفل اللي جايب الهامستر بتاعه. التفاصيل الصغيره دي بتكسر الحاجز اللي بينك وبين العميل وبتقربه منك اكتر. تاني حاجه، ركز في الفيديوهات التوعويه جدا، يعني مثلا تعرف ازاي ان الكلب بتاعك عنده حراره. 3 حاجات لو ظهروا على القط بتاعك تعرف ان هو تعبان. الحاجات البسيطه دي بتفرق مع الناس وبتفضل متابعينك كتوعيه، وبتبني جمهور كبير تقدر تحوله لقوه شرائيه او لعملاء بعد كده. تالت حاجه، شارك فيديوهات قبل وبعد كتير باشكال مختلفه، يعني مثلا لو عندك خدمه استحمام بتاعه القطط او الكلاب، لو جاي لك كلب مثلا متعور، الجرح قبل وبعد، بس دايما تظهرها بشكل انساني كويس. الحاجات دي برضو بتفرق الفرق بين الشغل قبل وبعد، بتدي ثقه للعميل اكتر. الخلاصه في العيادات البيطريه هي الشغل مش دايما العلاج، الشغل الراحه النفسيه للعميل والحيوان الاليف. دايما ركز انك تشتغل وتتعامل بشكل انساني اكتر، هيفرق معاك جدا. دي كانت حلقه من سلسله ازاي تسوق شغلك. لو مجالك مختلف اكتب لنا في الكومنتات مجالك ايه ونعمل لك فيديو مخصوص يساعدك. سلام.